بعد كده بنروح للورد المديني والوضع كان تماما. واحد من رجالته قال له عن موقف ان رئيس عيلة لايف حاول يقتل لينفينج. بعد كده اللورد المديني امره يجيب ابنه لي تشانج، ورجالته قالوا له ان لي تشانج عنده عقد جوازه وبس. اللورد المديني اتعصب وقال ما فيش اي طريقه ان اخلي بنتي تتجوز حد بيستعمل الحيل القذره ديت. وبعد شويه ساده الاشباح وصلوا وشافوا لي تشانج جوه القاعه وقربوا منه وقالوا له اللورد المديني استدعاك لان دلوقتي عرف خطه عيله لايف. وبعدين قالوا له ما تنساش ابوك وامك لانهم اتقتلوا على ايد لينفينج. ولي تشينج وقع في يأس وفاكرهم بيكذبوا. وسادة الاشباح قالوا له ما عندهمش وقت للكلام دوت. واللورد المدينه اصدر امره ان ينهي خطوبه من الانسه. اما باقي افراد عيله لايف اتطردوا من هاي سيتي ومش هيرجعوا هنا تاني. ولي تشانج بدا يعيط وقال له ما كنتش استفزت لينفينج حتى لو الجواز فشل على الاقل كان هيبقى وضع العيله كبيره محفوظه، بس دلوقتي كل حاجه راحت وكل الفلوس وسمعتي والعيله كل حاجه. وبعد شويه لينفينج راح للبيت الذهبي جوه قصر اللورد وقال للحراس يفتحوا الزنزانه اللي لي تشانج كان فيها، ففتحها ولقوا جثه لي تشانج جوه. ولين قالت ممكن لانه كان خايف يتعذب فهو انتحر على طول. وكملت وقالت مش مصدقه اني كنت هتجوز الراجل الفاضي دوت. وبعد كده قالت للين فينج يروحوا لابوها وابوها كان مستنيهم على ترابيزه العشاء واستقبل لين لما وصل وقال لها ما تقلقيش من شؤون عيله لايف، مش علشان انا قضيت عليهم بس لان مؤخرا شويه قوه في هاي سيتي حسوا ان مدى حياتي قربت على النهايه وعملوا حيل صغيره. وليو قالت بس اللورد المدينه شكله اول ما حدش يقدر يتجرأ عليه. واللورد قال وقتي قرب علشان كده استعجل يعمل خطوبته. وبعد كده قال لينفينج ان كمان شويه مرشحين جواز من عيله لايف فشلوا وهو مستعد يسلم هاي سيتي ليه بدون اي شروط. وده فاجئ لينفينج جدا للورد. بعد كده قال له يشرح ليها كل حاجه وقالت له ان ليله امس مدينه سنترال الجنوبيه وكل المدن المحيطه اعلنوا رسميا انهم هيتركوا تحالف ساده الاشباح. ولينفينج اتصدم وقال كنت فاكر بس ان شويه ناس بس هم اللي بيعملوا مشاكل. واللورد قال دلوقتي البشر بقى اقوى وشويه مدن حست ان مش محتاجه حمايه تحالف ساده الاشباح ولما اموت هيحاولوا يسيطروا على هاي سيتي. ولينفينج فكر لو باقي المدن مش بتتحرك علشان اللورد يبقى على الاقل هو سيد الاشباح رب شر الارض. وبعدها لينفينج قال له ما يقلقش وعده انه لما يجي الوقت سواء كان صديق او تحالف سيد الاشباح هيساعده بس مش هيقدر يمسك المنصب. وليه ما صدقش ان لينفينج رفض العرض وفكر ازاي حد في العالم مش بيتغري بالعرض دوت. واللورد قال فاهم قصدك وفكر ان كل ما لينفينج يرفض اكتر كل ما فكر انه هو الوحيد المناسب. وفي الليل لينفينج كان بيفكر ليه العجوز عايزه هو يكون الورد المدينه. وفجاه السيستم بلغ لينفينج ان استعداد مجال لوحه الاشباح اكتملت ولوحه الاشباح طلعت ونورت. ولينفينج لقى نفسه في بين تشينجا من 50 سنه فاتوا وبص وراه وشاف جونج وبتقول له ان بقالهم كتير ما شافوش بعض. ولينفينج اتصدم لما شاف جونج وافتكر انها هي من الذكريات وهي قالت اخر مره خدتني من عيله يو علشان نهرب وقبل ما اشكرك انت مشيت بسرعه. ولين اعتذر لها وقال انه اضطريت اعمل حاجه فمشيت فجاه. وهي قالت من المره الاخيره وعيله يو ما بقتش بتطاردني فحقيقي عايز اشكرك على كل حاجه. وبعد كده اديت له مفتاح بيت وقالت له حضرت لك واحد علشان يكون ليك موضع ثابت في المستقبل وقالت له يمشي وراها تودي لي النهر للتمشيه. واثناء المشي جونج كانت بتحكي ليه انها عايزه تخرج من بنج تشانجا وتشوف العالم بره. ولين فكر لوحه الاشباح بتتطور كده وهل علشان جونج تخرج من العالم لكنها عندها وعي بشري كامل في العالم ولو اندمجت مع لوحه الاشباح هل ممكن تخلق شبه نهائي بعقل بشري. وفجاه سمع جونج بتقول له يرجع للواقع من عالم احلامه وده خليه يتفاجئ وقالت عارفه ان في عالم كبير بره وما قدرتش ما فكرش فيه. ولين وعدها اول ما يكون عنده فرصه هيخرجها. والصبح اللي بعده على اطراف بنج تشانجا شويه رجاله قلبوا الارض وطلعوا جثه واتصدموا انها قائده باندا. واحد قال ان اكيد لين فينج قتله وراجل تاني قال ينسى ويبلغ الفرع الرئيسي. في نفس الوقت بنج تشانج شويه اسياد اشباح كانوا بيتكلموا عن لين فينج وازاي قبض على الولد الشبح وهزم جونغو. وواحد منهم قال ان الاخبار الاخيره عن استقلال الجنوب كبيره اول درجه ان مفيش حد واخد باله من لين فينج. وفجاه واحد منهم اشار للسماء وقال لهم يبصوا لفوق وصدمه جزيره كامله كانت طايره ناحيه مدينتهم. والسيد الاشباح جوه المدينه بداوا يحسوا باحلام وحتى اشباحهم بدات تفلت من السيطره بسبب الضغط. والرئيس جين قال تجسيد النوع من الضغط في عالم الاشباح معناه ان الاشباح فوق مستوى الهويه جايه. والروي بصت على الجزيره وقالت جت على بنج تشينج بطريقه متسلطه كده وشكلها ان رئيس عائله يو كان غضبان جدا لما عرف ان افضل ابنائه اتقتل. وهي استدعت روحها وقالت لها تاخدها لفوق في السماء. وباقي ساده الاشباح اتصدموا لما شافوا حد اطلق مجال الاشباح بتاعه طار ناحيه الجزيره الطايره وعرفوا ان واحد من الشيوخ في الجمعيه اخت روي. وبعدها تسالوا ايه اللي حصل بالظبط والراجل كبير جه وقال مجال الاشباح اللي يقدر يتحرك في السماء على الاقل في مستوى الهويه. وقال له لو واحد من رجالته يبلغ الست عائلات يتحركوا. وروي بقى اعضاء الست عائلات وصلوا واحد منهم سال وجي انت بتحاول تعلن حرب مع بنج تشانجا. والتاني قال حتى لو هو امبراطور الشمال الشرقي لو جرب يمد ايده على بين
تنغن. الست عائلات الكبيره مش هتقعد ساكته، وجي قرب منهم وقال لهم جه علشان لين فينج بس وهيمشي بعد ما يقتله. واحد من الست عائلات قال له لين فينج بس قتل ارواح ابنه، ويعني مش لازم يكون ضيق الافق كده. بس وجي اتعصب وقال لين فينج قتل ابنه فهاخد انتقامي. بس اعضاء العائلات اتصدموا لما سمعوا ان لين فينج قتل وجي وجانجو. وروي قالت هو واضح انه بعت هاندا وجونجو ياوا علشان يقتل لين فينج، بس دلوقتي هما اللي اتقتلوا على ايده ودلوقتي هو عايز ينتقم. وهي سالت ممكن يكون عيله يو في الشمال الشرقي كمان ناويه تستقل. وجي اتعصب وقال توقف عن الكلام اللي فاضي. وباقي العائلات سالت روي اللي بيتقولوا صح ان المستوى الثاني من رتبه الهويه كمان اتقتل على ايد لين فينج. وهي اكدت وقالت ليه جانج با وخدها على نفسه وانا اقدر اشد في مقر التحالف. وجي صرخ مش فارق معايا مقر التحالف. وطبيعي الاب انه يقتل قاتل ابنه، وصرخ وقال مش خايف من المعركه، واستدعى روحه وباقي كمان استدعى ارواحهم علشان يردوا الهجوم. وجي قال لين فينج عمل مني اضحوكه ومش هسمح اي حد يقف في طريقي. وفجاه سمع صوت حد بيقول له عيله يوم وهيبه انتوا بس اللي مسموح ليكم تقتلوا الاخرين والباقيين مش مسموح ليهم. وراجل كبير جه وقال لو عيله يو اصرت على القتال في بينج تشينجا مش هقعد ساكت، واستدعى روحه والراجل الكبير هاجمه. ووجي قال حتى لو خالفت كل القوانين هقتل لين فينج. وبعدين هو والجزيره بتاعته اختفوا وهربوا. وروي كانت بتفكر في لين فينج ولازم يكون حذر لان ووجي مش شخص يقدر يتعامل معاه بسهوله. وعلى الجانب التاني وجي رجع لرجالته وقال لهم يوصلوا البحث عن لين فينج ولما يلاقوه يبلغوه فورا. ولورد المدينه بلغ لين فينج ان المقر بعت رساله بيقول فيها ان لما كان في بين غيتيان قتل واندو وابن ووجي. ولين ابتسم متردد وقال ايوه عمل كده هوت، وبالصدفه بدا يضحك وقال انه من زمان مش بيحب ووجي فلازم يتعلم درس. وبعد كده هوت قال لين فينج ما يقلقش وطول ما هو عايش مفيش حد يقدر يأذيه حتى لو كان ووجي ولين فينج شكروا. بس اضاف انه مش هيقدر يقعد في هاي سيتي طول عمره. واللورد رد في الحاله ديت لازم تبقى اقوى وتحارب اشباح ووجي قبل ما تموت. ولين فينج ساله عن قوه الجنوب وهل هي اقوى من هاي سيتي. واللورد قال في عمالقه هناك ومش متاكد اذا كان غلبوا بالفعل. ولين فينج اتلخبط من كلامه عمالقه. واللورد شرح هو عنده روحين من مستوى الهويه الثالثه وعلشان كده بيسموه العملاق. والعملاق يقدر يعيش من غير اي قوه لكن عنده القدره يهزم نظام العالم حتى لو بعيد عن معيار العمالقه. ولين تمتم وقدره كبيره قوي ولسه في حاجات محتاجه مساعده فيها. ولين فينج سال هل في منطقه خطيره حوالين هاي فيها اشباح من الدرجه الاولى والثانيه. واللورد ابتسم وقال له مش صعب تلاقي مكان خطير اقدر اديك خريطه. ولين فينج اخذ الخريطه وبدا يراجعها وهو مفكره انه لازم يتعامل مع فرع الوطن لعيله يو بنفسه وقرر يروح الاماكن اللي على الخريطه علشان يطور اشباحه. ولين بعد كده هو خرج وقال هبدا بالاشباح من الدرجه اس الاول. وبعد شويه لين فينج قتل كل الاشباح من الرتبه اس واس اس من المواقع وكسب اكتر من 38,000 نقطه خبره. وبعد كده هو دخل الكهف وقتل كل الاشباح من رتبه اس اس اس. وبعدين اخيرا جه اللحظه اللي لين مستنيها والنظام اداله مهمه ان يلاقي شبح انثى من الدرجه الثانيه وبعدين يستدعي الراهبه وساعتها تاخدها تحت الحراسه علشان يكمل المهمه. في نفس الوقت في حنه معينه شويه اساتذه اشباح كانوا بيتكلموا عن لين فينج وانه قتل يو هاندا وانه عنده بالفعل شبح من الدرجه الثانيه. وعيله يو كمان اتظبطت بسبب افعالها. واحد منهم كان سمع كلامه وبعدين بلغ ووجي ان لين فينج رجع هاي. وفي نفس الوقت لين فينج كان بيحارب شبح من الدرجه الثانيه وشبح المظله وشبح اللوحه كانوا بيحاولوا يقتلوه لكن عدوهم كان قوي جدا. ولين فينج فكر ان قدره النسخ بتاعت اللوحه الشبحيه شبه قدره النسخ بتاعت شبح المظله. وبعدين لاحظ ان اللوحه الشبحيه بتحاول تلاقي نقطه ضعف الشبح وقال لهم الاثنين يحاصروه كويس. وبعدين اللوحه لقت نقطه ضعف العدو. وبعد كده هو استدعى شين هوا وتونجا وقال لهم جه وقت نحصد الخبره. تونجا وشين هوا كمان شاركوا في المعركه وبعدها الاربعه قتلوا الشبح. وبعد ما قتلوا الشبح جانجا حصلت على مهاره جديده ولين كمان حصل على صوره فضيه ويقدر يستخدمها لختم الارواح الشريره. وبعد سفر شويه لين فينج وصل للجهه الثانيه مدينه لين جونجا وشاف تمثال حجري وفكر ان شكله غريب ومميز لكن فجاه التمثال اتهاجم ولين فهم ان التمثال دوت شبح بيحارب شبح تاني. وفجاه سمع لين فينج صوت واحده بتقول له ما تقربش اكتر من كده. ولين سال مين انت وقالت له انها من جمعيه ساده الاشباح وممنوع يقرب او هيموت. ولين فينج فكر ان صوتها حلو جدا وتسال اذا كانت هي اللي بتتحكم في التمثال دوت. ولين فينج قال لها انه لين فينج واضاف انه الشبح المائي عنده افضليه في النهر فيا ريت يقدر يساعدها. وهي قالت ان سمعت عنه ووافت انه يساعدها. وبعدين استخدمت قوتها علشان تقسم النهر نصين. ولين صرخ والشبح المائي اتجبر يخرج ديت فرصتنا الوحيده. وبعدها كلهم هاجموا الشبح سوا وقدروا يقتلوه. والنظام حدث وقال ان بعد ما قتل شبح من الدرجه الثانيه كسب 11,000 نقطه خبره. وحبت شبح والبنت شكرت لين فينج وقالت له ان عمرها ما كانت متخيله انه يكون قوي كده هوت في السن دوت. ولين سالها اذا تعرف مكان شبح من الدرجه الثانيه وهي قالت له انها بتتبع واحد اسمه كولون ومتصرف بشكل غريب جدا زي قنفذ. وبعدين اديته حاجه وقالت له دوت جزء من قناع تقدر تلاقيه بيه. ولين فكر ان افضل يكون عنده هدف محدد بدل ما يدور على الهوا وشكر البنت على مساعدتها
ساعتها وهي قالت له انا همشي الاول، والكلون عنده قدره مضاده للتتبع خد بالك. وبعدها حد طار من جوه التمثال العملاق، واللينفينج قرر يستخدم قوه ريجانج الجديده وحط جزء قناع الكولون جوه اللوحه، وبعدين قال الجند تتتبع روح الكولون. وجانج لقت اثار الكولون وورته الطريق للينفينج. وصلوا لغابه غريبه وجانج اشارت لحاجه، ولينفينج راح في الاتجاه اللي جانج قالت له عليه، ولقى جزء تاني من قلاع الكولون وحاول يمسكه بس الجزء اتكسر وطلع وش كبير في السماء. ولين فهم انه فخ الكولون لانهم اتغطوا بضباب غريب وطلعوا وشوش كتيره في السماء. ولين كان على وشك يسقط من الهويه وسأل شينهاوا لو تقدر تزيل الضباب، وشينهاوا استخدمت قدرتها وأزلته. ولين فينج لاحظ بعض التوابيت معلقه على الهواء وسمع صوت غريب من حفره وفهم ان الضباب الاحمر طلع من هناك. وفجاه شبح غريب ظهر قدام لين فينج وكان هيهاجمه، بس شينهاوا استخدمت الفلاش عشان تنقله من المكان دوت. ولين فينج فكر لو شينهاوا استخدمت الفلاش تاني يبقى الشبح دوت على الاقل من المستوى الثالثه من الهويه. والكلاون استخدمت شيزيا وهميه لتجنب الناس وتخليهم يحاربوهم. ولين فينج علم المكان على الخريطه وفكر يحلها بعد ما يتطور، ولحسن حظه هو عنده مهاره الفلاش فيقدروا يهربوا حتى لو واجهوا شبح اقوى. اللوحه الشبحيه وريته اتجاهات مختلفه حسب بطاقه الكولون. وبعد الليل لين فينج كان بيجمع خبره وبيقتل الاشباح في الطريق، وبعد ما دور على فانوسات الاشباح الكتير لقى جزء تاني من قناع الكولون. وتونج استخدمت اداه الاصلاح علشان تجمع قطع القناع. ولين فينج فهم ان الشظايا حقيقه وهميه فلازم يكون حذر علشان يميز بينهم، وقال لسه شويه اماكن خطيره وبعدين القناع هيتجمع. تونج وشينهاوا هيتطوروا بعد ما يقتلوا شويه اشباح كمان. والنظام قالوا ان تونج ممكن تتطور وسالوا اذا كان عايز يستخدم حبه الشبح للتطوير، ولين فينج وافق. وبعد تطور تونج وصلت كمان للمستوى الثاني من الهويه، وجسم لين اتكون 8 مرات وكمان حصل على فرصه نصيب. ولين اتحمس وهو بيفكر ان بعد ما يطور شينهاوا هيبقى عنده 4 ارواح مستوى تاني. وتاني يوم الصبح رجاله توجي كانوا بيدوروا على لين فينج، وفجاه واحد منهم شافه وبلغ الباقي وجريوا عليه وهم بيزعقوا اخيرا مسكناك، لكن اتفاجئوا انه مش لين فينج ده عيل تاني. في نفس الوقت الخادم بلغ ليو انه كل حاجه قالتها له عليها اتعملت، وابتسمت وقالت عيله يو لازم يجي لها صداع دلوقتي. وزعت منتجات لين فينج الجانبيه على كل بخصم كبير، علشان كده عيله ياو مش عارفين يلاقوه. واي شاب تاني في المدينه بقى شكله زي لين فينج. وفي مكان مجهول لوحه الاشباح كانت بتشاور ناحيه بركه، فلين فينج فهم ان روح الشبح جواها، وهو فكر ان المهرج اكيد مش شبح ميه يبقى دي قطعه قناع تانيه، وكمان في اشباح ميه جوه البركه ومش ضعيفه. وسال جين لو تقدر تجيب قطعه القناع مباشره من غير ما تزعج شبح الميه، وقالت له يجرب مظله الاشباح. لين فينج استدعى المظله وعمل نسخ كتير منها واستخدم دورانها علشان يعمل دوامه، وبعدين لاحظ قطعه القناع فواحد من البنات دخلت وجيبها، واول ما مسكتها الدوامه وقفتها واتحبست جوه نسخه. وحاولوا يعملوا الدوامه تاني بس مفيش فايده، وجونج استخدمت قوتها وقدرت تسحب بنت المظله. فجاه روح الميه عملاقه من ربه الهويه مستوى تانيه، وفزع الكل. لين فينج استدعى تونج وشينهاوا وطلب منهم يساعدوا جونج في هزيمه روح الميه، وشينهاوا حبستها جوه نطاق الشبح، وبعدين استخدموا عشب البحر توقف حركتها. وتونج استخدمت شكلها متحور كبرت في الحجم وهاجمت الروح، وجونج استخدمت مهارتها ولخبطت الروح العملاقه. وبعد كده هو تونج جمدتها وشينهاوا استخدمت خيوطها وقتلت الروح. وعلشان قتل روح هويه مستوى تاني لين خد 9000 نقطه خبره وقطع من نطاق الشبح و10 نباتات مائيه ولينكن. واخيرا قطعه القناع. النظام بعدها بلغ لين فينج ان شينهاوا تقدر تطور وساله لو عايز يكمل، ولين فينج وافق. وشينهاوا كمان وصلت للمستوى الثاني من الهويه، ولياقه لين فينج الجسديه اتقوت 9 مرات. كسب يا نصيب. ولين فينج بعدها بص على النباتات المائيه اللي خدها وحطها شويه منها في منطقه شينهاوا، والباقي راح لمعده حصان الشبح. والنظام قال له انه طعام النباتات المائيه لحصان الشبح. طاقه الشبح بتاعته اتحسنت وصدمه الرعب اتعززت. تجاهله التضاريس اتحسن. ولين فينج قرر يستخدم فرصه اليانصيب علشان معاه اتنين، وفي الفرصه الاولى خد مهاره تخلي اشباحه يركبوا نطاقاتهم الشبحيه فوق بعض، والتانيه قدر يزود قوه قتال اشباحه وارواحه مؤقتا. ولين بص للقناع وفكر انه يقدر يكمل بقطعه واحده كمان. وبعد شويه وصل لمنطقه بامبو خطيره، ولين فينج لاحظ ان حصان الشبح بقى اقوى فعلا لانه بيجري بسهوله على البامبو. ووقف لما سمع صوت ميه قدامه وراح يشوف لقى نفس الشبح التمثال من قبل كده وقرب وقال له اتقابلنا تاني. ساله لو هي كمان هنا علشان شبح المهرج، وبنت كانت مستخبيه ورا التمثال قالت له ايوه وبقى لها يومين هناك. ولين فينج لاحظ بنت طالعه من ورا التمثال وكانت على كرسي متحرك وعرفت نفسها باسم تانجزو المخضرمه من مقر التحالف، وقالت له انها صديقه الروي يقدروا يناديها زين لوين، وسلم عليها وناداها لاخت زو وسال عن رجلها. وزو قالت عادي اتصابت وهي بتتعامل مع شبح من فتره. وسالت لين فينج لو استفاد حاجه في الايام اللي فاتت، ولين فينج قال لها ان المهرج حاطط قطع قناع في اماكن خطيره على كتير علشان يغريهم، لكن شكله فاضل قطعه او اتنين بس. وزو اتصدمت ان لين فينج جمع قطع
قطع كتير من اماكن خطيره واديته قطعه قناع كمان، وقالت له يشوف يقدر يركبها. ولين فينج ركب القطع وفكر ان فاضل واحده بس، وزوزو قالته هو شايف المهرج ليه مخبي الاقنعه. ولين فينج رد فيه احتمالين، واحد للتضليل والتاني ان القناع بيمثل نقطه ضعفه ومش عايز حد يسيطر عليه، علشان كده هو مخبيهم في اماكن خطيره. وزو قالت ان خمن صح وبتفاصيل اكتر منها، واضافت لو متاكد انه يقدر يهزم المهرج هي كمان تساعده، وقالت له انه نفس القناع ورا الشلال لكن حاسه بنفس خطير جوه. ولين فينج سالها تتوقع ايه اللي جوه، قالت له غالبا شبح عادي وقوته تعادل المستوى الثالث من الهويه ولسه مش قادر تحدد قوانينه. ولين فينج قال لها تستنى وهو هيدخل الاول يشيك على الوضع ورا الشلال. وكان فعلا في كهف، ولين لاحظ المهرج في اخر خالص وهو بيعمل نوع من الصلاه. ولين فينج فكر بما انها ركعه قدام ملك يبقى بيجرب يهاجم الاول، واستدعى مظله الاشباح وقال لها تهاجم. ومهرج اول ما المظله هجمت المهرج لف وشها وناحيته، والمظله كانت بتهاجمه. ومهرج ولين فينج مستغربين ليه المهرج مش بيتهرب ولا تجري. وفجاه ملك الشبح اللي كانت بتصلي له تحول لوش غاضب، وفجاه لقى نفسه جوه نطاق شبحي مليان تماثيل ملك الشبح. ولين فينج قال طلع ان الصنم دوت هو الشبح العادي مستوى 3 من الهويه. ومهرج كانت لسه منحنيه للتمثال علشان يطلب حمايته، وساعتها فهم ان دوت القانون بتاع الشبح دوت يحمي العابدين ويقتل غير العابدين، ومفيش حاجه بتحصل بره المدى المرئي. ولين قال ان في نسخ كتير قوي ومفيش طريقه لانجليو يستحملهم كلهم بسرعه. استدعى تونج وجانجا وطلب منهم يساعدوا لانجليو، وجانج مسكت النسخ اللي قريبه من لين فينج، وبعدها لحظه المهرج على مسافه وتونجا اندفعت ناحيه المهرج وهجمته، بس هي هربت وسخرت من تونج. وبعدين واحد من النسخ هجمت تونج وجرحتها، وحتى جانجا ما كانتش قد الشبح دوت وقريب اتحاصروا كلهم. لكن قبل ما النسخ يقتلوا لين فينج وارواحه، شينهاوا استخدمت مهاره الوميض وهربت. وبعدين لين والباقيين انتقلوا بره الكهف، وزو سالتهم هم كويسين وايه اللي حصل جوه. ولين فينج قال لها الشبح العادي صعب جدا وارواحهم قدرت تثبت 23 ثانيه بس، وبرضه فشلوا يكسروا الحصار. وزو قالت عندها روحين مستوى تاني من الهويه، وسالته لو دخلوا مع بعض في فرصه يكسبوا. ولين فينج رد وقال لها لا، وقال بما ان هدفهم المهرج فمش لازم يهزموا الشبح العادي. هي استغربت كلامه وسالته قصد لين فينج ايه، وشرح ان لو الروحين بتوعه اتجمعوا مع واحد من ارواحه يقدروا يثبتوا اكتر من 20 ثانيه، ويبقى الروحين التانيين عنده يقدروا يعدوا التمثالين ويمسكوا المهرج. واول ما يمسكوه روح وشين هوا هتخرجهم من هناك. وفي لحظه لين فينج فكر حتى لو مش قادر يهزموا النمر الشرس هم بياخدوا الاكل من بقه. هي قالت ان اخد الاكل من بق النمر فكره حلوه، بس قال ان عنده 4 ارواح. ولين فينج كشف ان عنده روح خامسه ومش متحكم فيها بالكامل، فكان ناوي يستعين بيها كمساعده خارجيه. وساعتها فكرت لين فينج دوت الولد دوت مجنون ازاي عنده 5 ارواح شبح. وبعدين لين فينج قال لها ترتاح الليله علشان الدنيا بقت ضلمه. وبعد شويه لين فينج حضر عشاء ليهم وهما الاثنين، وزوما ضحته وقالت له ما كانتش متوقعه انه شاطر كده هوت في الشويه. ولين فينج قال انه كان بيطلع لوحده كتير فتعلم شويه مهارات حياه. تاني يوم الصبح لين فينج استخدم الخرصه وظهر المعبد، وزو خافت لحظه وقالت ده شبح، ولكن لين فينج قال لها ما تقلقش ده المساعده الخارجيه بتاعته. ودخل الكهف ولقى المهرج قاعد قدام التمثال، وبصت ليهم وفجاه لقوا نفسهم جوه نطاق ملك الاشباح. وزو بسرعه استدعت الروحين بتوعه واستعدوا للقتال. مظله الشبح مع ارواح زو دفعوا ناحيه التمثال علشان يعطلوهم، وفي نفس الوقت تونج استخدمت عينيها تالتة ولقوا المهرج الحقيقي، وهي وجونج اندفعوا ناحيته علشان يمسكوها. ولين فينج وزو ما كانوش مديين التمثال اي فرصه، كانوا بيهاجموهم وباستمرار. وجونج وتونج استخدموا مهاره تركيب النطاقات الجديده وجري ورا المهرج، ومهرج استخدمت نطاق الشبح واستدعت لعبه مختلفه. ولين فينج قال لها حتى لو التمثال بيديها بركه قدرتها على مقاومه الهجوم الامامي مش هتبقى قويه. وبعدها امر المعلمه تشو يبدا وبدات تخبط سمكه خشبيه، وفي نفس الوقت تونج كانت بتدمر نطاق المهرج وجونج كانت بتساعدها. وبعد 16 ثانيه لين فينج قال ان المهرج اتخدت في حان وقت الرجوع، وعدى 18 ثانيه وزو قالب بسرعه لان تمثال الشبح على وشك تضخيم جوه هجماتهم. تمثال الملك كان هيهاجمهم وهم محتاجين يثبتوا 3 ثواني كمان قبل ما يهربوا. تونج لقت اخر قطعه من قناع المهرج وبعدين هربوا. لين فينج قال لشينهاوا ترتاح شويه علشان تعبت في الهروب، وزو كانت بتقول خساره ان المهرج هربت، لكن لين فينج قال لها ما تقلقش هم كسبوا بالفعل وركبوا اخر قطعه واكتمل القناع. والنظام قال ان المهرج هتتبع القناع لو هو لبسه بنفسه يقدر يسيطر على المهرج. ولين فينج فرح وقال ديت فعلا نقطه ضعف المهرج، وكمان تقدر تحول سيد اشباح مستوى اس لمستوى تاني من الهويه في لحظه. وزي ما لين فينج توقع المهرج كانت ماشيه وراه ومطيعه. بعدها دخلوا جوه المعبد، وبما ان المهرج كانت متحكم فيها بصوت السمكه الخشبيه لين فينج قدر بسهوله يغريها تدخل، وهو دخل وراها ودخل القاعه
القاعة وقال لمعلمة الدير إنه جاب لها الشبح، والنظام هناه على إنه أكمل المهمة، وقال إن شروط الربط مع معلمة الدير اتحققت. فلين فينج بسرعة أمل يربط بنجاح، وبعد ما ربط معلمة الدير لين فينج حصل على فرصة يجرب اليانصيب، وطول عمره كمان زاد. والنظام بعدها قال له عن القدرات، زي لو قدر يحلل شبح بالكامل يقدر يتجاهل مستوى القمع مع صوت الطرق، وتاني القدرة ديت ممكن تحول الأرواح الشريرة تدريجيا لأرواح طيبة، والوقت المطلوب مرتبط بمستوى الأرواح الشريرة. وتالت حاجة تحليل مستمر لقدرات الأشباح أثناء المعركة، وكل مرة تتحول روح لروح طيبة كل قدراتها تتحلل بالكامل. ولين استغرب ليه لوحة معلمة الدير مختلفة تماما عن لوحات الأشباح التانية، وبعدها فهم إن معلمة تشو حولت نفسها لشبح عادي بيحول الأرواح الشريرة لأرواح طيبة، وقوتها بتزيد بعد التحول. ولين فينج فهم إنها كانت خايفة تفقد السيطرة وتضر غيرها زي لوحات الأشباح، فحولت نفسها لشبح عادي. ولين فحص مهاراتها وفكر إن قمع السمك الخشبية أقوى من ما تخيل، وكان التحليل الشبح لو اكتمل يقدر يجمع أي مستوى شبح. ولين فينج لاحظ إن في شبح بالفعل بيتبع معلمة الدير في التأمل، فقرر يشوف حالتهم، والروح الأولى اتحولت 30% لروح طيبة، وباقيين لسه شريرة، وتانية كانت قربت تتحول لطيبة لأنها وصلت ل 99%. ولين فينج فكر ديت هتنجح لأنه يقدر يحول الأرواح الشريرة لطريقة جيدة، فلو سلم روح مستوى تاني لمعلمة الدير علشان تحول لروح طيبة وبعدين يديها للزعيمة يانا، هتطلع مباشرة لمستوى الهوية التانية. وفكر إن ممكن تكون أول ماكينة في العالم لإنتاج الأرواح الطيبة عليها المستوى، وبعدها سلم قناع المهرج لمعلمة الدير، وقال يمكن دوت يكون مفيد ليها زي ما توقع. المهرج كانت مطيعة وبتسمع لمعلمة لأنها معاها القناع، وبعد شوية خرج وقال المهرجة مش هتطلع تاني تعمل مشاكل. وشكر الأخت زو على كل مساعدتها، وقال لها مش عارف يشكرها ازاي، كفاية هي قالت له ما تشكرنيش وبس، اعتبرها معروف لأنها ممكن تدور عليه لما تواجه مشكلة في المستقبل. وبعدها ودعته زو سابته وقالت له ينتبه. في الليل لين فينج فكر انه حتى لو عنده 5 أشباح مش متأكد بالكامل من التعامل مع عائلة ياو، فالأفضل ما يروحش للمدينة العليا فترة شوية. وفحص الخريطة وفكر لو مشي ناحية الغرب أكتر يوصل لفين ويقدر يزور نقابة سادة الأشباح هناك. وفي نفس الوقت في المدينة العالية ممرضة كانت بتقول للملك المدينة إنه ما يشربش وإلا مشاكله قلبه هتزيد. وفجأة الملك بعت حاجة وأمن الكرسي وطلب من رجالته يبلغوا ليو ياخد العيلة للغرفة الذهبية للملجأ، وقال للجميع يبدأوا الخطة رقم 8 لأن عدوه وصل للمدينة العليا. وكمان كان في رجالتين قويين في جزيرتين وشبح عايمين فوق المدينة العليا، والملك صرخ وقال ده تهديد مباشر من عيلة ياو، وروحوا يواجهوهم. لما وصل قرب ووجي الملك سأله هل فعلا فاكر ان الراجل العجوز دوت مات، ووجي قال له لما كان الملك قوي كان لسه طفل، ومع ذلك بعد كل السنين ديت ازاي محدش حواليه يقدر يعمل دوت. والملك رد انه مختلف عنه لانه مش عنده عادة انه يجيب حراس. ووجي اتضايق وقال له يبطل هزار ويسلم لينفينج بسرعة. والملك العالي بغضب قال له يمشي، وقال له لو عايز يقتل لينفينج لازم يقتله هو الاول. ووجي بعدها استدعى روحه وقال للملك يفكر كويس لان اول ما تبدا معركه المدينه العليا هتتدمر، والراجل الاسرع اللي مع ووجي كمان استدعى روحه. وكل الناس في المدينه خافوا وكانوا مستغربين هل فعلا هتبقى حرب. وفجاه ظهرت سيد اشباح وقال للملك العالي ان الحاجه اللي طلبها موجوده، وخد الصندوق الذهبي منه وقال لوجي مفيش داعي يفكر في العواقب. ولما ووجي شاف الصندوق الذهبي اتخضوا بما ان الملك كان بيفتح الصندوق ببطء، حتى اشباح العدو حسوا ان في حاجه خطيره تتحرر. ووجي قال للملك يوقف وساله هل فعلا يستاهل العيل الصغير لينفينج كل دوت. الملك رد وقال له لما عينيك تكون شايف الجنس البشري كله ما تبقاش شايفه عيرة ياو بس هتعرف انه يستاهل. ووجي قال له علشان مصلحته النهارده مش هيتدخل والمدينه العليا كمان، وقال مش فاكر ان لينفينج يقدر يتخبى منه للابد، واضاف انه لسه يقدر يعيش 100 سنه كمان لوحده وبعدين يمشي من هناك. والملك العالي بعد كده هو قفل الصندوق تاني بايدين مرتجفه لانه عارف ان لو كان حرره كانت هتحصل مصيبه. بنروح للينفينج ولاحظ فجاه حاجه جايه ناحيه المدينه واستغرب ايه ديت، وبعدها اتفاجئ انها نفس السراب تاني. الناس في المدينه كمان لاحظوا وبعدها يبصوا للسماء، ولينفينج عارف ان اي حد يشوفه هيختفي زي ما حصل مع شو قبل كده. المدينه كلها دخلت فوضى والناس بداوا يختفوا بشكل عشوائي، ولينفينج استدعى جونجو وقال لها تروح توقف ديت، وهي وصلت للسماء وعملت حاجز تاني علشان تحمي الكل. وبعض الطلاب كانوا بيصرخوا لان فصولهم كلها اختفت والحاجز بتاع جونج ما كانش شغال. فلينفينج فهم ان السراب دوت اقوى من قبل كده، وبعدها استدعى لينج ليو وقال لها تستخدم تركيب نطاق الاشباح وروح الاتنين، وبعدين بذلوا اقصى جهدهم لحمايه الكل. واخيرا السراب الشوحي اختفى، ولينفينج فكر ان السراب انسحب تاني لكنه محتاج يخرج من المدينه بسرعه، وراح لجنود الحدود يقوم بدوريه. واستغرب ليه الوضع كده، هو بعض سادة الاشباح كانوا بيبلغوا رؤسائهم قبل ما يقدروا يقولوا للناس ما يبصوش للسراب، وكان الوقت فات على الاقل 40,000 شخص
اختفوا والمرة ديت مع عدد كبير من الحيوانات الملكية. واحد منهم قال لو ما كانش في حد كبير بيسد موضوع الخسارة كانت هتكون أكبر، ورئيس النقابة قال كمان إنه شاف نطاق تمثال الملك من بعيد لكنه عمره ما سمع عنه فمش عارف مين هو. وبعدها أمر واحد من رجالته يدور على الملك دوت في المدينة علشان يشكره شخصيا. وفي نفس الوقت لين فينج خد مكالمة من زو وسألت لو قابل السراب الشبحي، ولين فينج قال أيوه، وسأل ازاي عرفت عن دوت وهي شرحت لأن بيت مدينة ناهي وراه الروح الشريرة اللي المقر بيراقبها ومن فترة طويلة، وكمان ناس كتير منهم اختفوا. وبعد ما واجهوها ولين فينج قال لها هو كمان واجهها قريب من بينجينج، ويبدو ان الشبح الانثى لابسه روب العنقاء، وهي قالت له ان في عش من 10,000 شبح بسببها ولسه مش عارفين ازاي نطاقه كبير كده هوت ويقدر يتحرك في لحظه. ولين فينج قال لها يمكن مش نطاق شبح، السراب دوت ظهر انكسار الضوء فربما جسمها بعيد وهي بس بتعرض الصوره. وزو ردت لكن لو قوتها كده هوت بس بعرض الصور يبقى قوتها الاصليه خارج قدرات التعامل معاها. وبعدين قالت له انها واجهت شبح منزلي بقدرات خاصه، وبما ان لين فينج مش بعيد عن زيندينجا طلبت مساعدته. بعد شويه لين فينج وصل لزيندينجا وفكر ان المكان دوت خطر وفعلا ومش مأهول. وبعدها راح يقابل زو سألها لو حاسه بتحسن دلوقتي، وهي كانت واقفه على رجلها وقالت له تقريبا رجلها اتعودت، وشكرته انه جه يساعدها. ولين فينج قال لها ما تقلقش وسألها الشبح اللي مضايقها فين، وقالت له يتبعها جوه ونطاق الشبحي، وقالت هوري له اول شبح منزلي عادي. بعد ما دخلوا خدته هناك ووريت له الاشباح وقالت له انها محتفظه بيهم علشان تدرس خصائصهم. وبعدين فتحت القفل ووقفت شويه استدعت روحها، ولما الشبح خرج اندفع ناحيتها. ولين فينج ما صدقش ان الشبح من رتبه اس بيهاجم ذل مستواها اعلى بكتير من الشبح، وروحها بعدها وقفت الشبح وقتلته. وهي شرحت ان حتى لو عارفين انهم هيموتوا اشباح المنزل لسه بيهاجموا بشكل عشوائي، وبعد الموت هيتحولوا لجسم منزلي عادي وبعدين هيبداوا يتحللوا والا ممكن يعيشوا لالاف السنين. ولين فينج فحص الجسم وقال الجلد بارد وناعم كانه لسه ميت، لكن زو قالت له ياخد باله لان كتير من الاشباح المنازل سامه جدا. وبعدين حكت له عن شبح المنزلي اللي كانت محتاجه مساعدته علشانه، وادت له قطعه قماش وقالت انها قدرت بس تخدش حته من جسمه. ولين فينج استدعى جونج وادى لها قطعه الشبح المنزلي علشان تقدر تتتبعه، وجونج اشارت لتحت. فلين فينج فهم ان جوه الارض، وبعد شويه كانوا ماشيين في الكهف تحت الارض. وزو قالت له ديت اول مره يظهر شبح مستوى تاني من الهويه هناك. في نفس الوقت بعض ساده الاشباح كانوا بيتقاتلوا مع شبح غول، وبعد ما ماتوا بعض منهم الباقيين حاولوا يهربوا لان الغول كان قوي جدا عليهم. وبعدين احد ساده الاشباح المصابين بلغ قائدهم انهم محتاجين على الاقل دعم اعلى من رتبه اس علشان يتعاملوا مع الغول، والدعم وصل وكان جاري ناحيه الساده الاشباح دوت. فجاه الغول ظهر قدامه من نصهم تقريبا. الناس اللي كانوا خايفين جدا يتحركوا لان الغول كان من مستوى تاني هويه، لكن قبل ما الغول يهاجم ويقتلهم لاحظ لوحه بتحاول تمسكه، وبعدها لاحظ زو وراه وفهم انه مش هينجح فقرر يهرب من هناك. ولينفينج قال للغول دوت ذكي جدا، وبعدين استدعى لينجلو ولا تمسكهم، ولينجلو غطت عليه وزو بهلتها وجرت وراها الغول. ولينفينج لاحظ الغول دخل فتحه فامر لينجلو تتبعه وجوه، لكن فجاه لقوا نفسهم جوه نطاق شبحي. ولينفينج سال زو ايه اللي بيحصل، وبما انها قالت ان اشباح المنازل ما فيهاش نطاقات شبحيه لكن المباني ديت شكلها مألوف، وبعدها لف وشاف قصر السراب الشبحي وراهم وقال مصدوم دخلنا ارض الاشباح للانثى في الروب العنقاء. وزو فحصت روحها وقالت انها متكبله وسالت لينفينج يعمل ايه، ولينفينج قال ان مش باين على الشبح دوت ناوي يهاجمهم بنشاط، فالافضل نستنى ونشوف. وهم ماشيين في المدينه لينفينج لاحظ حاجه غريبه ان مفيش لا ناس ولا اشباح. وصلوا بره القصر فنط لينفينج فوق الحيطه يبص جوه، وبعد شويه وصلوا قدام القصر الرئيسي ولاحظ الشبح اللي كان موجود قبل كده هوت واقف هناك. ولينفينج بعدين استدعى معلمه الدير وقال لها هيسيب الموضوع دوت ليها. والمره ديت اشباح زو حاولوا يمسكوا الغول لكنه اتغلب عليهم بسهوله، لكن بعدها معلمه الدير بدات تضرب السمكه الخشبيه والغول فقد قوته. ولما جت الفرصه اشباح زو كسرت الغول على حيط مليانه مسامير، لكن المفاجاه ان حتى مع كذا فتحه في جسمه الغول اندفع ناحيه روحها علشان يقتلها. لكن قبل ما يوصل روح زو معلمه الدير مسكت راسه من ورا وبعدها قتلته وحصلت على 9000 نقطه وخبره لمقاتله شبح مستوى تاني الهويه. والنظام بعد كده بلغ لينفينج ان اول قدره من معلمه الدير اتحسنت، فلو حلل 80% من شبح يقدر يتجاهل مستوى القمعه. ولينفينج فرح وفكر ان شريط القمع اتغير تماما من التحليل ل 80%. وزو قالت له روحك الخمسه قويه جدا. ولينفينج عمل دوشه كبيره كده وليه لسه شبح العنقاء ما ردش. وفجاه زو اتصدمت وقالت له يبص للسماء وشافوا نفس القصر بالظبط ظهر فوق القصر الحقيقي. القصرين اندمجوا مع بعض وفجاه ظهرت تونجا واستخدمت نطاق الشبح تحمي لينفينج. ولينفينج لاحظ ان دوت كان تركيب نطاق شبحي. بعدين باب القصر اتفتح وشافوا الشبح الانثى في روب العنقاء قاعده على العرش وقامت ومشيت ناحيتهم. ولين ما صدقش وقد ايه احساس القمع قوي وفهم ان القصر المدمج كان صوره معروضه والجسم الحقيقي هو اللي قرب منهم.
ونطاق تونج كان بيضغط من قوه القمع، ولينفينج استدعى كل ارواحه وقال لهم يقفوا مع تونج. وشينهاوا كانت على وشك يستخدم تقنيته لكن لينفينج منعها، وحسب خبره الاشباح يقدروا يثبتوا شويه ثواني، فقرر يستخدم قدره معلمه الدير، وامر معلمه الدير تحلل الشبح الانثى في روب العنقاء، وفكر ان الشبح دوت مستوى ثالث من الهويه، لكن لو معلمه الدير توصل ل 80% تقدر تتقبله تدريجيا. تصميم معلمه الدير وصل ل 3%، وبعدها شبح الانثى اطلق هاله قويه، فلينفينج فهم ان الوقت فات، وبعدها قال لشينهاوا يستعدوا للاخلاء، لكن المفاجاه الشبح الانثى وقفت هجومها، ولينفينج لاحظ انها متشتته بحاجه، وبعدها شاف عاصفه رمليه كبيره بتحاول تبتلع القصر، وبعدها ظهور شبح تاني من مستوى ثالث الهويه، وكان على شكل عظام اسود استدعى جيش كامل والجنود كلهم مستوى هويه واحد. ولينفينج لاحظ الشبح الانثى عدى منهم وفهم انها مش عندها وقت تهتم بيهم، وبعدين الشبح الانثى تحولت لفينيكس ناريه عملاقه واندفعت للشبح العظام الاسود، ولينفينج شافهم بيتصادموا وفكر ديت فرصه كويسه، وامر ارواحه يروحوا يجمعوا الخبره من الجنود، وكل الخمسه اندفعوا ناحيه جيش الهياكل العظميه. وبعدين لينفينج امر معلمه الدير تحلل اشباح العظام السوداء، وبينما ارواحه الثانيه كانت بتقتل الجنود الصغيره وتجمع خبره. تصميم معلمه الدير وصل ل 15%، وتونج قتل الكثير من جنوده وكسبت 10000 نقطه، بينما جونج كسبت اكتر من 19000 نقطه، ومهاره معلمه الدير وصلت ل 33%. بينما شبح العظام الاسود كان بيتقاتل مع شبح الفينيكس. لينفينج فكر بالرغم ان التصميم مش عالي صوت السمكه الخشبيه يقدر يحقق تاثير 3 اضعاف في معبد الدير، فدوت كفايه للتجربه. وبعدها امر معلمه الدير تحاول تكبل العظام الاسود، وحتى لو مش قادره تكبله لكن صوت السمكه الخشبيه ليه تاثير معين، وبعد ما العظام السوداء عرف انه مش هيكسب قرر انه يرجع. وبعد ما الاعداء انسحبوا لينفينج قلل شينهاوا تجيب كل الناس، وجات له فكره دلوقتي بما ان العدو انسحب الشبح الانثى في روب العنقاء غالبا هتحاول تتعامل معاهم، لكن بعدين النظام حدث بسبب تدخله في المعركه بين شبح الانثى والفريق العدو، وخد 3 نقاط محبه. ولينفينج فرح وفكر بما انه كسب نقاط المحبه دوت معناه انه كمان ممكن تتربط. والشبح الفينيكس بصت للينفينج وفجاه لقوا نفسهم في مكان مظلم، وزود خضت وقالت المكان مظلم جدا وفي ناس حواليهم، ولينفينج شاف كل حاجه بوضوح. وبعدين قال لتونجا تنور المكان، وتونجا استخدمت لعابها الشبح اللي تنور المكان، ولين وزو لقى نفسهم محاطين بالاف الناس. وزود صدمت لما شافت كل الناس، ولينفينج قال ممكن يكونوا الناس اللي ابتلعتهم السراب. كله اتخض لما شاف الاضواء، ولكن زو قدمت وقالت لهم ما يخافوش لانهم مش ناس وحشه. وفجاه زو سمعت حد بيناديها وكانت بنت اسمها بينجا، سالت زو اذا كانت هي هنا هو علشان تنقذهم، وبقيه اساتذه الاشباح فرحوا وقالوا الخبيره من مقر جايه تنقذهم. وزو قالت للبنت انهم كمان دخلوا بالغلط لكن هيلاقوا طريقه يطلعوا بيها، وقدمت لينفينج لكل الناس كزميل ليها وبينج، وبعدين قدمت نفسها لينفينج كطالبه من معلمه زو. وزو بعدين سال بينج حصل ايه بالظبط معاهم وايه اللي تعرفوا عن المكان دوت، وبينج قالت لهم كانوا بيطاردوا شبح جنب القاعه وشافوا سراب في السماء، وبعد ما شافوه شويه دخلوا قصر لكن القصر اختفى وكلهم جم هناك وقابلوا ناس اكتر، ورغم ان في مياه جوفيه لكن مفيش اكل ومستحيل يعيشوا فتره طويله. تم اكتشاف عده ممرات لكن اول ما حد بيحاول يخرج يموت، وكأن موجه قويه غير مرئيه منع حياتهم. واضافت ان شبح الانثى في ربع العنقاء بيظهر كل كام يوم وكانه بيعمل دوريه عليهم، ولينفينج قال فهم، وبعدين امر المظله الشبحيه تطلع فوق. بعدها وصلوا تاني لفوق عند القصر، وبينج اشارت على حد وهي بتصرخ ديت هي. والنظام بعدين بلغ لينفينج ان مهمه مرافقه الشبح الانثى ممكن تتفتح، وسال اذا عايز يفتحها، ولينفينج ابتسم وفكر بما ان في فرصه يربطها طبعا هيعملها. والنظام اداله مهمه يقود الناس جوه الكهف ويحفروا كامل الارض لحد الاخر وهيكسب 10 نقاط محبه. ولينفينج سال الشبح الفينيكس اذا هي جابته كل الناس نوات علشان يحفروا الارض، واللي ردها الشبح الانثى او مات. وزو سالت لين ازاي عرف دوت، ولينفينج رد لان شبحه كان بيتواصل معاها. ولينفينج فكر مفيش طريقه ان يقول لاي حد النظام، وزو تاثرت بيه وفكرت ان شبحه يقدر يتواصل مع الشبح الانثى وبلغها دوت قوي جدا. ولين قال للشبح الفينيكس انه يقدر يساعدها لكن الاول لازم يطلع ويجيب اكل وادوات والا في كام يوم الناس ديت هتموت. والشبح الفينيكس قام التاني واديته حاجات وكانت ورقه ذهبيه. ولين تسال اذا الشبح موافق، وزو قالت يبدو كده هو لكنها مش فاهمه حاجه واحده، ولو بتدور على حاجه مش الاحسن تدخل تحت الارض بنفسها. ولينفينج والباقيين نزلوا تحت الارض يشوفوا اذا شبح لينفينج يقدر ينزل ولا لا، وحتى لينج لو ما قدرتش تدخل جوه. وفهم لينفينج السبب ان الشبح الفينيكس بتدور على مساعده لان الاشباح مش هتقدر تروح هناك، وجمع شويه تربه سوداء من الارض وفكر ده ممكن يكون مشابه للذهب وماده تعزل الاشباح والارواح وقيمتها عاليه شويه. ولينفينج بعدها قال للباقيين بما ان التربه السوداء اتنقب بشويش وبالجهد البشري، وبينج سالت دلوقتي بما ان الحاجز اتفتح ليه ما نطلعش كل الناس. ولينفينج رد نطاق شبحه مش قادر يتحمل نقل 10000 ودوت هيفعل مطاردتها، فالامانه انهم يوافقوا
يساعدوها. بينج قالت فهمت وهتفضل تنظم من الناس، بينما هو ومعلمه زو يخرجوا يجيبوا الاكل والموارد. ولين فينج وزو كانوا خارجين ووصلوا لمكان مجهول فجاه، وزو اتخضت واشارت على حاجه كانت شبه العظام السوداء من قبل مع الجيش الكامل من الاشباح الهياكل العظميه. مستوى الهويه واحد، ولين فينج استدعى شينهاوا وقال لها تتحركوا بعيده، وهو فكر مفيش داعي ياخدوا مخاطر. تم قال لهم يجيله بعدين، ولين فينج مصدوم قال ليه لسه في صحراء، وبعدين لاحظ حاجه بتهاجمه.